نقولوا بالمثل الدارجي مول الفز كيقفز. ذاك المستشار برلماني اخطا، تلفظ بكلمات نابيه جراء هو لا يريد ان نتكلم ونطرح المشكل على الحكومه اللي ينتمي لها الحزب ديالو. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الصحافه الجهويه على هذه المفاجاه في المطار. صراحة ما كنت متوقعها، بس نشكركم ونشكروا الجميع. حيثيات الوقع، أنا قمت ما عدلت ما هو، قمت بالواجب ديالي كممثل الأمة المغربية من طنجة لبويرة، وكبرلماني مستشار برلماني عن جهة الداخل والذهب. وهذه أمانة وبلغناها وطرحنا المشكل بحذافيره والمعاناة ديال الشباب اللي نقصاو في هذه طلبات عروض ديال 5000 هكتار اللي في جهة الداخل والذهب، واللي الأساس منه الهدف هو تشغيل الشباب اللي يشير عليه سيدنا الله ينصره. علاش كان الهجوم ديال البرلماني ديال الاحرار عليك وعلى الهجوم؟ انا ما نعتبره هجوم، ولكن هذه ما وقع بالبرلمان. انا عندي تصريح اللي نمدوا لكم باش تنشروه، فيه ما وقع من بداية الجلسة إلى نهايتها. بالنسبة للهجوم، هذاك مستشار برلماني من فريق التجمع الوطني الأحرار اللي نكون له كل الاحترام والتقدير، ورئيسه بصفة خاصة السي البكوري محمد اللي عرفته 2009. وهذو زملائنا. وربما ذاك المستشار البرلماني أخطأ، تلفظ بكلمات نابية جراء هو لا يريد أن نتكلم ونطرح المشكل على الحكومة اللي ينتمي لها الحزب ديالو. هو نقولوا بالمثل الدارجي مول الفز كيقفز. إذن هو حاس بشيء. هذه ما هي الضغوطات. هذا واجب في اطار المخون الدستور، الدفاع عن الساكنه وعن الشعب المغربي من طنجه لبويره. وبالمناسبه نشكركم مره ثانيه، وسأوافيكم بحيثيات المشكل اللي وقع من بدايه الجلسه الى نهايتها. الاضافه، ما عندي اضافه الا انه كنطلب من الشباب الجهه بانهم ما يكون الا الخير. احنا الهدف احنا اللي كان وخاصو يكون النهار الاول، وهو هذا 100 مشروع ديال شباب الجهه ما يدخلش في اطار طلبات العروض. كانوا خاصو وبالمناسبة نحملوا بالدرجة الأولى وكالة التنمية الفلاحية، لأن 100 شاب و100 مشروع ما كان خاصة تدخل طلبات العروض، لأنه لا يعقل 10 هكتار ندخلوها في طلبات عروض، ولكن المساحة اللي أكثر من ذاك في إطار الاستثمار هذيك خاص يكون تبارع عليها في إطار طلبات العروض. نظن بأنه الأمور الحمد لله يجي البارح، ولكن ما جيت نظرا للاتصالات ونظرا كذا ونظرا باش نعطوا وجهة نظرنا في الحل. احنا قلنا لهم الحل اللي هو شامل الشباب اللي نقصى، خاصهم يرتد لهم الاعتبار وتنعطى لهم حتى هما مشاريع كيف الزملاء ديالهم اللي تخطاو 10 هكتار. الحمد لله الارض العقار الحمد لله عندنا موجود، ويتمكنوا من الارض باش يستثمروا فيها.
ايضا بالمناسبه نطالبوا في حاله الحمد لله حل المشكل وسينحل ان شاء الله، بانه نطالبوا ونلتمسوا من البنوك تواكب الشباب اللي فاتح صل على الموافقه، ونتمناو هذه العمليه تتم في اطار مواكبه الابناء لهذو الشباب اللي يحملوا واللي جات فيهم اللي يحملوا هذه المشاريع باش يواكبوهم، لان نعرفوا عن الشباب عاطل على عمل، ولا يعقل عن الشاب اليوم نطلب منه 50,000 درهم باش يخلص كوسيون ويخلص من بعد ذلك ثمن الارض للاملاك المخزنيه. احنا نطلبوا فعلا لا بد من هذه الاجراءات تعدل، ولكن البنك خاصو يواكب وخاص تندار شروط وندار دفتر تحملات ما بين الشباب وما بين المؤسسات البنكيه باش هذا الشباب يتمكن من استخلاص الامور ويدير اجراءاته ويستثمر حتى هو، ويكون المثل ديالهم كيف مثل أجيدة اللي هي الحمد لله ناجحه وينضرب بها تنضرب بها الامور كامله في على مستوى برا. وهذو الشباب ابناء الجهه ونجحوا في ذاك المشروع، ونتمناو هذو حتى هما يكونوا نفس التوجه.